السلام عليكم. معلش بقى اعذروني على الصورة عشان أنا بس سايق. بس الواحد زهق من الكلام اللي عمال يسمعه وعمال يشوفه وعمال يقراه، والناس ما بقاش عندها دم ولا إحساس ولا فهم ولا أي حاجة خالص خالص. خلاص عادي، الراجل مات وحقه هيموت معاه، وهتبدأ بقى شوية العالم الواحد مش عايز يغلط بس تبدأ بقى تقعد ترمي في كلام ملوش لازمة، وده يقول وده يعيد وده يعمل، وكله كلام فاضي. أحمد رفعت قالها صريحة، ربنا يرحمه يا رب ويحسن إليه ويصبر أمه. قال لك اللي معاهم المعلومة واللي عارفين اللي حصل لي نادر شوقي وهيثم عرابي وإدارة نادي فيوتشر والدكتور اللي كان بيعالجه. طيب واكيد اخوه وامه، يعني ما اكيد اخوه وامه عارفين ان ايه اللي حصل له. فنادر شوقي واخوه والمحامي الثلاثه طلعوا قالوا ان احمد دياب هو المسؤول، واحمد دياب هو اللي بهدله وهو كان السبب في اللي حصل له، بخطأ بقى، بجهل، بقصد، بعمد، باي حاجه، بمصلحه، ايا كان السبب، فاحمد دياب هو السبب. تلاقي بقى ناس تقول لك اصل شوبير، ويصفوا حسابات مع شوبير. يا عم شوبير مش ملاك، وانا مش ملاك، وانت مش ملاك، وكلنا مش ملايكه، بس الناس اللي ايديها في الموضوع طلعوا على احمد دياب. انت تدخل شوبير ليه؟ والاسوأ من الناس دي الناس اللي طالعه تقول مرتضى منصور حامل حمى، نزل وقال وهيعمل وهيسوي. مرتضى منصور بقى بطل شعبي دلوقتي، بقى بطل قومي. الراجل اللي شتم مصر كلها باهاليها وبامهاتها بقى بطل خلاص شعبي. دلوقتي مرتضى منصور هو اللي هيجيب حق احمد رفعت الله يرحمه ويحسن اليه. معلش يعني، ما مرتضى منصور استغل اللي احمد دياب عمله عشان يبهدل احمد توفيق عشان اعترض عليه، وخلاه راح وحبسه في الجيش، واما اعتذر وتاسف راح منزله تاني ومخرجه. بلاش ننسى، بلاش يعني خليها تنضف مره واحده، يعني خليها تنضف كلها على بعضها مره واحده. بلاش عشان يعني ما نستعينش على الظالم بظالم اكتر منه، وما نستعينش على المسيء بمسيء اكتر منه. تمام؟ لا مرتضى ولا اولاده ابطال ولا احمد دياب بطل. تمام؟ معلش يعني، مع احترامي انا اسف، ده اللي مكتوب في الجرايد وعلى النت وفي كل حته. الاستاذ احمد دياب الفاضل والده احسان دياب راجل كان محبوس في قضايا فساد ورشوه وقضايا القروض، واصلا اتحجز على اموالهم. يعني برضو السؤال المهم، الاستاذ احمد دياب راجل ملياردير حاليا. يعني انا بشوف في ارض كده في الشيخ زايد وانا معدي كده بشوفها، ارض مساحه ضخمه في منطقه في الشيخ زايد حيويه جدا، ملك النائب احمد دياب. الله يعني، الله اعلم، الله اعلى واعلم يعني. بس ده راجل ابوه كان محبوس في قضايا فساد واتحجز على امواله في قضايا قروض البنوك. تمام؟ بس ده مش موضوعنا، احنا عايزين حق احمد رفعت. اللي مطلوب ان حق احمد رفعت يجي. تمام؟ الساده وزاره الشباب مشكورين، اعلنوا ان هم هيشكلوا لجنه لتخصي الحقائق او للتحري او ايا كان الاسم او المهام المنوطه للجنه. يعني هل اللجنه هتحقق مع احمد دياب؟ هل اللجنه هتستدعي احمد دياب بشكل رسمي وهو راجل عضو مجلس شورى وعنده حصانه على راسه؟ بس هل هيقدروا يستدعوه ويسقطوا الحصانه ويحققوا معاه بشكل رسمي وبالاوراق والمستندات عن اللي حصل؟ تمام؟ طيب الاستاذ وليد دعبس اللي طلع يقول لك، الاستاذ وليد دعبس الكلام اللي هو بيقوله يدينه ويحبسه، يدينه ويحبسه، لانه عارف ان راجل على كلامه ان هو راجل مريض واتفسخ عقده بسبب انه مريض، وهو خده لعيبه ماتشات، فهو وهيثم عرابي المفروض يتحبسوا. تمام؟ بس يعني ما ينفعش الراجل يطلع يقول لك انا عندي مشاكل نفسيه وعندي وانت تطلع بيان تقول لا ما عندوش. يا راجل ده انت لو يعني، انا عارف انه تخبط وكنتوا بتجروا ومش عارفين تقولوا ايه وتردوا ايه والتعليمات لسه ما جاتش و الى ذلك يعني، ولكن اكتبوا كلام يعقل، اكتبوا كلام الناس ينفع تصدقوا. بلاش تبقوا يعني كدابين ومفضوحين قوي كده، بلاش تبقوا دم الراجل ده في رقبتكم. ويا جماعه يا جماعه، حساب ربنا صعب، حساب ربنا هتتبهدلوا فيه والله. انتوا مش مدركين انتوا بتعملوا ايه، مش مدركين انكم هتقفوا قدام رب ما عندوش غير العدل. يعني لسوء حظكم ان حساب ربنا ما بيعتمدش على المستندات والورق اللي بيتستف،
لان هو اعلم بما في قلوبكم وما في عقولكم وبما اخفيتم. مش زي المحاكم ليها ورق، ربنا محكمته ما فيهاش ورق، فيها عملك. فاتقوا الله، اتقوا الله شويه، اتقوا الله. وليد دعبس واحمد دياب وهيثم عرابي، الناس دي كلها اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا الحقيقه، اتقوا الله وقولوا الحقيقه. جايز الناس وربنا يسامحوكم، جايز لو قلتوا الحقيقه. لكن تطلع تقول لي لا اصله ما عملش، حبيبي يا احمد، حبيبي ده نورك. تطلع تقول اصله ما كانش عنده حاجه، واحمد دياب يطلع يقول لك انا ورقي سليم. ورقك سليم ايه؟ راجل عنده 29 سنه، لاعب دولي في منتخب مصر، يطلع معايشه في نادي الوحده في الامارات. بأمارة ايه؟ يعني بأمارة ايه؟ راجل دولي يطلع الامارات يعمل معايشه؟ احنا هنهزر ونقول اي كلام وخلاص عشان نداري على خيبتنا القويه اللي احنا عاملينها. اتقوا الله في نفسكم وفي الناس الغلابه. هي اصلا مش اول مره تحصل، بس يعني جايز يكون ربنا اراد ان احمد رفعت يكون هو الشراره عشان تنضف بقى منكم ومن امثالكم. كل المسؤولين عن الكوره في مصر كلهم بلا استثناء، اتحاد كوره، لجنه، رابطه، ادارات انديه حتى، محتاجه تنضف. المناطق اللي مليانه فساد ورشاوي، كفايه بقى قرف واتقوا الله. احمد رفعت ما ينفعش حقه يضيع، وما ينفعش ان شاب زي ده امه الله يعينها ويقويها تشوفه بيموت قدام عينيها مرتين بسبب ناس عايزه تلم فلوس، وبسبب $500,000 يتقتل مرتين قدام امه وحقه ما يرجعش. تمام؟ معلش يا الاستاذ احمد دياب، هل انت نادي فيوتشر تحت رئاستك خد $500,000 قيمه معايشه 3 شهور؟ هل ال $500,000 دول قيمه المعايشه 3 شهور؟ وهل اللي بيروح معايشه بيلعب ماتشات رسميه؟ يعني اللي بيروح معايشه 3 شهور بيلعب ماتشات رسميه في الدوري؟ ربك ما بيظلمش حد يا احمد، دي حقيقه، ربك ما بيظلمش، بالعكس ربك عدل. بس يعني ما اعرفش، حاسس ان آن الاوان بقى انه ينتقم لنا من الناس دي وانها تظهر الحقائق. السؤال بس المهم، احمد رفعت راح لعب ماتشات في بطولات رسميه في الامارات وهو في معايشه؟ محتاجين بس رد من الاستاذ احمد دياب، من وليد دعبس، ومن عبد الصاهر السقا، لان بناء على الكلام بتاع استاذ محمد رشوان المحامي ان عبد الظاهر هو اللي كلم احمد رفعت وقال له توكل على الله سافر على الامارات. فمحتاجين نعرف منهم الناس دي اللي كانت موجوده يردوا علينا، هل احمد سافر معايشه 3 شهور $500,000 ولعب ماتشات رسميه في الدوري وهو في معايشه؟ وهل البطاقه الدوليه بتاعته اتبعتت للامارات عشان يعمل معايشه 3 شهور ورجع التاني من الامارات للاتحاد المصري بعد ما رجع عشان كان في معايشه؟ هل المعايشات الاتحادات بتسلم فيها البطاقات الدوليه بتاعت اللعيبه؟ خلينا نتفق ان كان في خطأ اداري، ويمكن احمد ربنا يا رب يرحمه، مش شرط على فكره كل لعيب يبقى عنده علم بكل الاجراءات. انا اسف، الوكيل بتاعه كان عارف، نادر شوقي كان عارف، بس هو عارف ان كان وراه احمد دياب، واحمد دياب يقدر يسنده. اتقوا الله ورجعوا حق احمد رفعت، ان شاء الله حصل ده حرام، ولو ما حدش يتحاسب بكره هنلاقي 100 احمد رفعت موجود في مصر. اتقوا الله شويه يا جماعه، اتقوا الله وافتكروا ربنا. السلام عليكم.